مايكل بي جوردن، أسرار كريد وشرير مارفل اللي قلب الدنيا. متخيل ان مايكل بي جوردن اللي ابهرنا بدور كريد وشرير مارفل كان بيتمرن 6 ساعات في اليوم علشان يبقى جاهز؟ وده غير انه اتصاب اصابات حقيقية في معارك الاكشن. في الحلقة دي هنعرف ازاي بقى ملاكم مارفل واسرار محدش يعرف عنها حاجة. انا حبيبة مصطفى وده برنامج اسرار مشاهير هوليوود. مايكل اتولد سنة 1987 في كاليفورنيا، وبدأ التمثيل وهو عنده 12 سنة، واخد ادوار صغيره في مسلسلات زي ذا فرايداي نايت وواير لايتس. بس الشهره الكبيره كانت مع دور اوسكار جراند في فيلم فروت فالي ستيشن سنه 2013، واللي خلى النقاد يشيدوا بموهبته ويقولوا انه هيبقى نجم كبير. لكن الانطلاقه الحقيقيه كانت مع فيلم كريد اللي لعب فيه دور ادونيس كريد ابن ابولو كريد، وفضل يتدرب سنه على الملاكمه علشان يطلع واقعي. وده خلى سيلفستر ستالون يقول انه شايف روكي الجديد في عينه. بس اللي محدش يعرفه ان مايكل كان على وشك ما ياخدش الدور بسبب رفض شركات الانتاج للفكره، لكن اصراره مع المخرج ريان كوجلر هو اللي خلى الفيلم يشوف النور. في سلسله كريد مايكل عمل معظم مشاهد القتال بنفسه، وده خلى الاصابات تبقى جزء من التصوير، زي ما اتصاب في مشهد القتال الاخير في كريد 2، وفضل مكمل رغم انه كان عنده كسر في صوابعه. علشان دور كريد مايكل كان بيتمرن 6 ساعات في اليوم، وكان بياكل 7 وجبات في اليوم، وده خلاه يزيد 15 كيلو عضلات في 6 شهور. وقال بعدها انها كانت اصعب فتره في حياته. المفاجاه انه كان بيتمرن مع ملاكمين محترفين، وكانوا بيضربوه بجد علشان يخلوه يتعود على الضربات، وده خلاه يتصاب اكتر من مره في التصوير. اجره في اول فيلم كان 3 مليون دولار، لكن بعد نجاح السلسله اجره وصل ل 15 مليون دولار في جريد 3. في فيلم بلاك بانثر مايكل لعب دور الشرير إيرك بطريقه خلت الجمهور يتعاطف معاه، واللي محدش يعرفه انه كان بيقرا عن ثورات التحرر في افريقيا علشان يخلي الشخصيه تبقى واقعيه. في مشهد القتال ضد تشالا مايكل عمل معظم مشاهد القتال بنفسه، واتصاب في كتفه بسبب ضربه كانت المفروض تبقى خفيفه، لكنه كمل تصوير علشان ما ياجلش المشهد. اجره في الفيلم كان 4 مليون دولار، لكن بعد نجاح الدور اجره وصل ل 10 مليون دولار، وده خلى مارفل تفكر في اعاده الشخصيه بطريقه جديده. مايكل عنده هوس بمسلسلات الانمي، وبيقولوا ان شخصيته في بلاك بانثر كانت مستوحاه من انمي ناروتو، وانه بيتفرج على الانمي كل يوم. مايكل مدمن العاب الفيديو، وبيقولوا ان كان بيسهر يلعب لحد الفجر حتى في تصوير كريد. مايكل رفض دور في فيلم ستار وورز علشان كان مشغول بتصوير كريد، والدور راح لجون. بعيدا عن الاكشن والقتال مايكل عنده مواقف انسانيه كتير، وبيتبرع لمؤسسات خيريه بتهتم بحقوق الشباب والاقليات، وعنده منظمه بتهتم بالتعليم في المناطق الفقيره. في موقف شهير مايكل زار مستشفى اطفال بملابس كريد، وفضل يهزر مع الاطفال هناك ويتصور معاهم، وده خلى الجمهور يشيد بتواضعه. كمان عنده مبادره لدعم التمثيل في المجتمعات السمراء، وبيتبرع بجزء كبير من ارباحه للابحاث اللي بتهتم بالعداله الاجتماعيه، وبيقول ان هي دي قضية حياته. دي كانت حكاية مايكل بي جوردن، الملاكم اللي خلى مارفل تبقى كول، واللي اثبت ان النجم الحقيقي هو اللي يقدر يعمل الاكشن والدراما بنفس القوة. ايه اكتر دور حبيته ليه؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن نجوم هوليوود. اشوفكم الحلقة الجاية.